يا عباد الله، لو استخبر العاقل المنصف النقل والعقل لأخبراه أن الدنيا دار المصائب والشرور، ليس فيها لذة على الحقيقة إلا وهي مشوبة بالكدر، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الآلام والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. على هذا وضعت الدنيا لا تخلو من بلية ولا تصفو من محنة أو رزية، لا ينتظر فيها الصحيح إلا السقم، ولا الكبير إلا الهرم، ولا الحي إلا الموت والعدم. وعلى هذا مضى الناس في هذه الدنيا، اجتماع وفرقة، مولود وميت، سرور وأحزان، فالمرء رهن مصائب لا تنقضي حتى يوسد جسمه في قبره، فمؤجل يلقى الردى في غيره ومعجل يلقى الردى في نفسه.